السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نخفف عن نفسنا شوية ونعمل أكلة بسيطة كده. زهقنا ايه الأيام اللي اليومين اللي فاتوا من اللحوم والبط والمش عارف ايه، وقلنا ناكل أكلة خفيفة كده. ما هو مش معنى ان رمضان معنى ان احنا هناكل كل يوم لحمة وفراخ وبط ومعرفش ايه ووز ونذبح عجل والكلام اللي انتوا عارفين. لا طبعا ده مش هيحصل، لكن هي ايامنا عاديه جدا جدا جدا. هو شهر رمضان فرحه وكل حاجه، لكن تعالوا بس مع بعض كده نعمل شويه الصلصه ونسمي بسم الله صلى على رسول الله. ماشي. حمرنا توميه في شويه زيت وحطينا عليها قالب ماجي وشويه توابل ومعلقه صلصه زي ما انت شايفه كده، وكنا عصيرين الطماطم وحطيناها عليها كوم توم كمون بهارات كزبره ملح. بصي بقى التوابل العاديه اللي احنا بنحطها مع بعض على الصلصه حطيناها. تمام كده حبيبتي، وشويه شطه طبعا اوعي تنسيهم. تمام. هاتي بقى شويه بيض كده عندك وحطيهم على النار يتسلقوا معاكي على بال ما تخلصي اكلك. عايزه اقول لك على قد الاكله ديت ما هي بسيطه، لكن فيها مكونات حلوه قوي قوي، بروتينات مش عارف ايه، نشويات. بصي بقى هتعملي طبق حلو قوي 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 وجميل. تمام. ليه بقى مش كل حاجه هناكلها لحوم؟ يعني الواحد عايز يخفف برضه، والميزانيه طبعا مش هتستحمل كل يوم الحاجات ديت. تمام. هاتي بقى بطاطستين كده زي ما انت شايفه، اغسليهم وقشريهم وظبطيهم وقطعيهم صوابع، نحمرهم مع بعض، هنرميهم في القلايه كده يتحمروا مع بعض. تمام كده. وتعالي مع بعض كده نعمل ايه بقيه اكلتنا على بال البطاطس بتاعتنا ما تطلع. عايزه اقول لك الاكله دي لذيذه لذيذه لذيذه، هتعجبك والله رغم بساطتها. لا تعجبك شكل الطبق نفسه هيفرحك. ليه بقى؟ لاني يعني بصي انت بتحطها لهم كانهم قاعدين في مطاعم، كانهم قاعدين في اي حته، مع انها بسيطه سبحان الله. وعلى شرط والله يا جماعه، ولادي قالوا لي يا ماما مش عايزين نعمل اكل النهارده دسم، ولا عايزين حاجه فيها لحمه ولا اي حاجه. احنا عايزين الاكله ديت. ايه هي الاكله ديت المستحبه عند ولادي؟ اللي هي المكرونه. هعمل لنا يا ماما مكرونه، مش عايزين حاجه تانية خالص. هنا بنقشر البيض زي ما انتم شايفين كده اللي احنا سلقناه مع بعض. تمام. وهنا كنت حاطه حله ميه على البوتاجاز، قلت تغلي على بال ما ايه البيض بتاعنا يستوي ويتقشر، واكون انا بسلق المكرونه. يلا بقى ايه، انا مش شايفه لايك ولا شير للاكله ديت، ولا هو احنا علشان ما عملناش فيها لحوم النهارده يا بنات؟ لا مش شرط والله. ماشي. يلا بقى ادوني لايك وادوني شير واعملي منشن لصحباتك للاكله اللذيذه ديت اللي فعلا هتعجبك، ومنظر الطبق في الاخر فعلا هيعجبك جدا جدا جدا. حابه ايه تزوديه باي حاجه تانية مفيش مشكله، حابه تحطي له صباع كفته مفيش مشكله، حته براحتك. بس انا شايفه ان هو كده طالما انا قررت ان انا ما احطش حاجه جنبه يبقى مش هحط حاجه جنبه. وخفيف خفيف يعني، الخفيف عندنا جديد على فكره يعني عشان تبقوا عارفين. هنا بقى كنا عملنا المكرونه وحمرنا البطاطس زي ما انتم شايفين كده، والصلصه بتاعتنا اتسبكت، وقشرنا البيض بتاعنا يا بنات. وكل سنه وانتم طيبين. بالله عليكم عايزاكم تعملوا منشن الاكله دي بالذات اكتر من اي اكله تانية فيها لحوم، صدقوني. ناس كتيره هتحتاج لها فعلا في الايام اللي جايه. ماشي. المهم حطينا زي ما انتم شايفين كده شويه مكرونه في الطبق، وعليهم معلقه من الصلصه الجميله. بص منظر الصلصه احمر وجميل ولذيذ ازاي. ماشي. هاتي بقى طبق البطاطس وحط عليه شويه ملح شويه كمون كده وظبطيه، وحطي بقى ايه على الطبق بتاعك شويه من البطاطس المحمره. حابه تعمليها شيبسي تمام كان بها، مش حباها شيبسي تمام برضو كان بها. خليها كده تغذي الولاد، حلوه كده بتسند شويه عن موضوع الشيبسي. تمام. وهنحط في كل طبق كده زي ما انت شفتي، وهنعمله بنفس الطريقه. ونحط معلقه الصلصه على المكرونه، كميه المكرونه برضو ما تزودهاش عن كده. ماشي. ونحط بضايه جنب كل شويه بطاطس وشويه مكرونه. وهاتي بقى البتنجان بتاعنا اللي احنا بنخلله دايما ومع بعض وبنحطه في العلبه. هاتي حطي بقى التنجانيه، حطي اي حاجه. بصي عندك شويه مخلل شويه سلطه براحتك بقى، ظبطي حالك. ادي الاكله بتاعتنا النهارده ببساطتها ولذاذتها وطعمها الجميل وشكلها الحلو. تقدري انت تجملي من الحاجه زي ما انت عايزه والله العظيم، من غير ما تحطي جنبها لحوم. تقدري تخلي شكل الطبق بتاعك حلو ولذيذ، وتخلي ولادك يحبوه كمان، وتخلي يعني الموجودين عندك ما يحسوش ان هو الموضوع اصل ما فيهوش لحمه، اصل ما فيهوش حته فرخه، اصل ما فيهوش مش عارف ايه. البضايه هي، طب ما البضايه مغذيه، وشويه البطاطس نشويات والمكرونه نشويات. ويا جماعه نعمه ربنا كلها حلوه ولذيذه. انا عايزه اوريكم بس منظر الطبق من قريب ومن بعيد، والله العظيم هتحبوه جدا جدا جدا، وبسيط وسهل ولذيذ ومش مكلف. ودي اهم حاجه عندنا. انا حابه على فكره، حابه ان انا اوريه لكم قوي والله بجد. فعلا انا فرحانه بالطبق ده، وعلى طول بحب اعمل الاكله ديت لانها لذيذه فعلا ومش مكلفه في
الايام الحلوه اللي احنا فيها ديت. وكمان لو زهقت من اللحوم والفراخ هتغيري بيها. وكل سنه وانتم طيبين، ولايك وشير، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.